عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. قبل ما ابدا تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طبعا النهارده معانا هعمل لكم طبعا اكله جميله ولذيذه بس مختلفه، يعني مش هنعملها هي التقليديه بس في ناس كتير بتعملها ايه تقليديه على طول، لكن انا هجدد فيها شويه حاجات. ماشي؟ طبعا هوريكم النهارده عشان هيكون ايه، وطبعا ايه رايكم في اللوك الجديد، وكل يوم هظهر لكم جديد كمان، وهتزهقوا مني بقى من كتر عطول اطلع لكم. واهم حاجه تظبطوا اللايكات الكتير. طبعا جايبه جاونت من الغالي عشان الاكله دي فيها زفاره، يعني فيها زفاره كتير قوي ولازم نلبسها جوز. هي مش لازم تلبسها جوز الصراحه، هو انا بكتب بحاول عشان البس واعمل فيها الشيك وخلاص. مش لازم، يعني عادي في ناس ممكن ما عندهاش، بس انا عشان ابين لكم ان انا ازاي ممكن متكلفه والله. ويلا كده يا جماعه بينا وهنخش على الوصفه بتاعتنا. ماشي؟ الوصفه بتاعتنا وهي الكبده طبعا احنا عارفينها طبعا متزفره وكده، فاحنا طب ايه نعمل ايه؟ طيب بصوا، هي في ناس برضو بتاكلها كده مفيش اي مشكله خالص. ماشي؟ بس انا طبعا بقرف منها وبقرف من الزفاره بتاعتها، فعشان كده فده اللي ما بيخلينيش ان انا ايه اسيبها كده. بس في ناس عادي تعملها كده. انا طبعا معايا ليمونه اقطعها ورشها عليها كلها كده. ماشي؟ طبعا الليمون مهم جدا في الحاله دي عشان يحوش اي، الليمون عامل زي ما يكون بيكويها، بيحوش منها اي زفوره. هعملها لكم بطريقه سهله وبسيطه ومش مكلفه خالص، يعني ولا تكلفنا بصل ولا فلفل ولا طماطم، مش هتكلفنا غير شويه بهارات وشويه سمنه على زيت بس. بص طبعا يا جماعه هاخد الكبده طبعا عشان ما نقعدهاش في الليمون كتير. نعمل ايه؟ نقلبها تقليبه كده بسرعه. ماشي؟ طبعا بصوا عادي ممكن تطبقوها شرايح وممكن برضو تعملوها. انا جايبه طبعا ده نص كيلو. طبعا انا اللي مقطعها في البيت، انا بحب انا اقطعها في البيت عادي كده. مش مهم ان هي اساسا دي كبده فهتنزل دم كتير. ماشي؟ طبعا بطه الصراحه يعني ساعداني في تقطيع الكبده، كل واحد لازم ياخد حقه. ماشي كده انا شطبتها بس كده. هنسيبها هنا طبعا تصفي، نشطف طبعا برضو ورانا، نشطفه ونخلينا على جنب لغايه ما مشويه، وكده كده هنغسله يعني. بس انا ايه اسرع عليكم عشان ما تزهقوا مني وانتوا كده كده ايه. وكده طبعا يا جماعه افضي الكبده في حله عشان ابتدي اسلقها. ماشي؟ برضه هديها شطفه برضه قبل ما نحطها على النار. بس بقى يا جماعه خليكم تشموا الريحه من عندكم. يلا بينا على البوتاجاز هنحطها طبعا، هولع عليها وانضف مكاني وارجع لكم. رجعت. ماشي؟ حطيت طبعا الكبده على النار، غسلتها زي ما وريتكم وحطيتها على النار. ماشي؟ ما حطيتلهاش اي حاجه، انا سبتها كده، وبعد برضو ما اتاكد ان هي اتسلقت دلوقتي ما فيهاش غير نضغه بس تخلص هروح ايه برضو عشان انا هسيبها في التحمير شويه. ماشي؟ بتكوبي جايه مبهدله الدنيا برضو. ده كيلو رز فلفل، هعمل برضو جنبيها رز. ماشي؟ هنا مسخنه زيت وسمنه مع بعض. ماشي؟ هحط شويه وبعد شويه لما الرز يحمره. بصوا اول ما نزلت ازاي حمروا وخدوا هياخدوا لونها كده عشان ماشي، عشان بصوا لان انا مسخناها على اخرها يعني. ماشي؟ فيا ريت انصحكم نصيحه على فكره يا جماعه، انا غسلت الجوانت يعني ما تخافوش ما تقولوش عليا معفنه ولا كده. عايزه انصحكم نصيحه يا جماعه. ماشي بقى، انصحكم نصيحه طبعا لو هتعملوا رز فلت او بلابل او اي نوع ما تغسلوش، لان يا جماعه لما بينغسل على فكره بيتعجن. ماشي؟ الهواء يا جماعه طالع نور، لان عندنا الهواء فظيع. قولوا لنا انتوا عندكم كده ولا لا؟ الهواء هنا يا جماعه يعني على فكره تعب الاطفال خالص والله من كتر الهواء. بص انا عايزاها ما تبيضش، انا عايزاها تاخد لون كده. عارفين انتوا اللون الذهبي ده الحلو؟ اول ما تاخد اللون الذهبي ده الحلو هرجع لكم.
كده يا جماعه، طبعا بعد ما خدت اللون الاصفر الحلو ده الذهبي، بس هو مش باين قوي عشان طبعا الدنيا مغمقه وكده. ماشي. هحط طبعا عليه شويه رز تاني برضو، زي طبعا هو زي كيلو، انا عملت ايه برضو نص كيلو كده يعني. ماشي. نشيل الباقي الوقت عاوزه عشان احنا طبعا يا جماعه يعني مش كلنا يعني، ده لجوع اخر الليل. لا يا جماعه انا كدابه بصراحه، ده احنا هنتعشى واهم حاجه يا جماعه العيال الصغيرين ما تجيش عند النار طبعا زي ما احنا عارفين، عشان ما يتضروش من النار. لو يعني واحده كبيره بتعمل حاجه ومثلا لقيت اخوها اي حد قريب ليها وصغير تحوشه اكيد عشان النار، عشان النار والخطره يعني عليك كده. طبعا انا في الوقت ده بقى ماشي، انا اعرفكم معلومه. طبعا المرقه يا جماعه اي نوع بتعمل كتل تبقى كده، فما بتسحش. طب ليه ما بتسحش؟ لان الميه مش هتسيحها، هنحطها طبعا هنا تاخد تشم النار تروح تسيحها بقى، فتروحي واخدين الطعم ومش ايه، ما نبقاش عايزين ايه ان احنا نحط تاني. بصوا انا هحط طبعا مرقتين برضو، مرقه اي نوع مرقه عادي مش فارقه، بس انا يا جماعه نصحكم على فكره نوع المرقه دي ماشي. نوع المرقه دي على فكره يا جماعه احسن نوع، لانها بالفراخ وبتدي طعم كانها يعني مش بالفراخ، بتبقى احسن نوع انا بالنسبه لي. انت ممكن تجيب عادي بالخضار، ممكن تجيب باي نوع انت حباه، مش مشكله على فكره. ماشي. طبعا يا جماعه احنا طبعا ما نخليش الرز كله يعني مثلا يبقى مثلا لغايه هنا مثلا وهما شويه رز كده، لا. ماشي كده يا جماعه. طبعا ما تخلوش يعني الرز ايه يبقى يا دوبك حبايات باينه منه، ما يبقاش كتير. ماشي. انا دلوقتي هطش هوريكم، هسيب برضو واقلب واشوف بص لغايه فين الميه عشان ما يتعجنش مني، لان احط بقى شويه تاني زي كده باينه الحبايب بس كده. يعني الكميه دي تاخد من كوبايه ونص ميه لغايه كوبايتين بس، ما تكترش عن كده على فكره، او ما عادي بقى. ماشي. انا كده طبعا هسيبه يستوي، واول طبعا ما ده يستوي ودي تستوي هرجع لكم. يا جماعه طبعا حطيت هنا سمنه، طبعا ما حطيتش اي نوع غير السمنه، انا ما حطيتش زيت ولا اي حاجه. بصوا يا جماعه السمنه دي مش اجباري، دي اختياري، انتوا ممكن تحطوا زيت عادي، بس انا بحب ريحه السمنه وطعمها بيبقى احلى. ماشي. طبعا برضو هنا الرز برضو خلاص فاضل له 5 دقايق كده وهيخلص برضو. هنا بعد ما اتاكدت ان هم استووا وصفيتهم تمام تمام، ما نخليش فيهم اي ميه خالص خالص خالص. ماشي. هروح اوعي لازم يا جماعه التركشه دي، لو ما حصلش التركشه دي يبقى احنا مش مسخنين الزيت على فكره غريب. لو صوتي مش باين اعذروني معلش، عشان والله بصوا يا جماعه 5 دقايق وراجع لكم بكل التركشه دي روح. طبعا بعد ما رجعنا طبعا راحت التركشه راحت البلاوي. بصوا ريحتها هتجنن وطعمها برضه هيجنن، انا واثقه من كده. ماشي. بس احنا عايزينها تاخد ايه على فكره السمنه دي، ما تقولوش ان هي كتير، لا هي هتكون يعني طعمها حلو، يعني حتى لو كلتوها كده بالعيش غمستوها باي حاجه تكون طعمها حلو. ماشي. بصوا يا جماعه يا حركاتك يا تكاتك يا شكزوزو، ريحه والله يا جماعه ريحه السمنه والطعم بجد انا عايزه اكل، انا عايزه اكل من غير ما احط لها توابل يعني على فكره هي لسه ما اتحمرتش قوي، بس يعني ايه انا عايزاها ايه دلوقتي يا جماعه احط التوابل برضو عشان الريحه تطلع اكتر. طبعا يا جماعه هنا معايا ملح، معايا هنا شطه. ماشي. وهنا طبعا الخلطه السريه اللي هتعمل ايه حركات وتكات. ماشي. هتكون ايه هي زعتر بس مش زعتر بتاع ده اللي هو العادي الفريش، لا ده بيكون زعتر مطحون. ماشي. طبعا ما بيتحطش على طول، انا اوريكم بيتعمل ازاي.
ماشي. هنحط بس ده اول كده حركات ماشي. وهو ايه هوريكم بنحط ازاي. نحط ازاي نحطه كده على ايدينا ماشي، عشان هو بيبقى فيه حبوب كده، فنعمله كده بقى كده 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 كده، والحبوب بتبقى في ايدينا بنبقى حاسين بيها ماشي. بصوا هيفضل معنا شويه دولت برضه لسه هنعملهم تاني. ننزل كل اللي في ايدينا، الريحه فظيعه يا جماعه ماشي. يا تكاتي دي طبعا الحبوب اللي طلعت بصوا شكلها ايه، حبوب كده ما بتكونش متكسره ماشي، فما بتكونش حلوه خالص، ودي مش مستحبه ان احنا نحطها يا جماعه. بس بقى مغطيه الزيت وعامله حركات التجديد دي ماشي. الجريل طبعا مخليها خدت لون كده حلو قوي ماشي. هقلبها طبعا وهظبط لها الملح وبعد كده ارجع لكم يا جماعه ماشي. الرز كده استوى خالص بصوا ماشي. ايه رايكم؟ هقلبه طبعا هنا. شيف زوزو شفتوا طلع يا جماعه وريحته خطيره على فكره. بصوا ومش لازق في الحل على فكره والله. والله يا جماعه انا ما بكدبش على فكرة. نزل كده مره واحده يشرح القلب ما شاء الله. وهي طبعا نزلتها بكل حاجتها، ويعني ما حشتش برده، ما تحشيش على فكره السمنه او الزيت اللي هتعملوا بيها لان هيكون طعمها حلو جدا. اجهز بقى صينيتنا الحلو وبعد كده اوريكم طبعا كل الاكل. طبعا هنا زي ما قلت لكم الرز طاب خالص، وهنا طبعا الكبده اللي شوحناها وعملناها بطريقه سهله وبسيطه جدا. وهنا طبعا ده قطعت طماطميتين كده ورشيت عليه بشويه ملح وشويه فلفل اسود. وكده يكون يومنا خلص. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتشوفوا فيديوهاتنا الباقيه. واقدر كده اقول لكم سلام.